مع الكاتبة الرائعة وئام نعمو الذي جاءت من مكان بعيد وللصالون، شرفتنا اليوم بطلتها الجميلة، وهي مؤلفة لكتابين يعني ثلاثة، فهي تتحدث عن تجربتها قليلا، لأن حتى بالأمسيات اللاحقة تتحدثين عن تجربتك السينمائية والمرئية مثل ما نقول، يعني أنت لحالك. أنا هسه بس أقدمك تقديم بسيط، فالآن مع وئام تتحدث 10 minutes. أوكي عزيزتي؟ أي نطيها وحتى ننتقل للقراءات الشعرية، نكون يعني ذاك الوقت كلها قراءات شعرية. مناسبة اتحاد الديمقراطي سوينا أمسية لذوي الإصدارات، كانت مشاركة ويا اتحاد الديمقراطي هي وأحمد ودكتور عبد الله ومجموعة. أي نعم، هي وجه من وجوه الجالية المعروفة وناشطة. أبو محمد ناشطة جيدة جدا، مو سياسية، مو سياسية، نو ناشطة نسوية، ناشطة نسوية ومثقفة ومبدعة، يعني لصغر سنها، يعني هي صغيرة لكن ذكية. نو جيدة. تفضلي الآن مع الكاتبة وئام نعمو تتحدث عن تجربتها. تفضلي حبيبتي. وئام ونعمة. طبعا أنا أعرف سنين هي والدكتور بالعساية، وهذا شوية على صوتك هذا جاية بي قبل وأعتقد يعني ما قد ارتاح لي، so thank you. الله يخليك يا حبيبتي. ثاني مرة thank you. كتبت أنا من بديت أكتب، كنت أكثر شيء أكتب عن المجتمع العراقي في أمريكا، ولو أنا صار لي بأمريكا 32 سنة، بس كنت أنا أحس يعني القصص العراقية فشي يعني أدى إنه أنا أحب هذا الكالتشر والهيستوري مالتها، بس كنت أحسه ما موجود بأمريكا. ف كنت أكتب عنه طبعا بالإنجليزي، ومن نجتمع ويا الجروبس مالتنا الأمريكان American writers، كنت أشوفهم كلش يعجبهم من الأشياء اللي دا أكتب عنها. بعدين لاحظت ورا السنين هذا الشيء، اكتشفت إنه يعني قليل موجودة كتب عن الحياة العراقية بأمريكا وحتى بأوروبا. كان شيء أثر خاصة بي هواية من كنت بهيثرو إيربورت، مرة كنت بلندن وكان دخلت بالبوك ستور مالتهم وشفت يعني كتب كمان، كان يمكن 10 كتب عن المرأة العربية وميدل إيست، وشفتهم كلهم يعني في النظرة يعني مو اللي مجتمع اللي يعني تربيت به، يعني أشياء اللي يكتبون عنها صح تصير كلها ضرب وقاتل ومقتول، ودائما المرأة بالكفر كانت تكون مثلا ترهب تهرب سوري اي من زوجها وابوها، واحد دائما دا يلجأ بيها. فالمشكله بهاي النظره انه يعني صح اكو هاي الحياه الموجوده، بس وراها يعني مثل تاثرت، حسيت انه الاشخاص اللي يعني اتذكر صديقاتي وجيراننا كنا عايشين بالحاتيه، ما كان هذا الجو بس اللي يحكون عنه، وكل الكتب كل الاشخاص اللي كتبوهم هذول الكتب اصلا ما كانوا عرب، كانوا اشخاص امريكان، فرنسيين، انجليزيين. فهذا الشيء خلاني بعد اكثر اتاثر من رجعت. هاي كانت I don't know it was 1996 1994. فسويتها يعني هدف انه اكتب قصص حقيقيه عن المجتمع مالتنا، وهذا الشيء شفت الامريكان قبله يعني كلش كان عجبهم، الاديتور مالتي الايجنت عجبهم هاي القصص، فاستمريت بيها. كتبت هاي اول قصه The Feminine Art، هي ولو يعتبروها like fiction بس novel، بس هي قصه حقيقيه عن عائله عراقيه عايشه بامريكا. و this was the Mismatched Braid. وكتبت ثالث واحده بس كانت بس بالايباي، مو نشروها بالكتاب. واثنين القصص احاول يعني بيها عدا انه الحياه الاجتماعيه اللي احنا نعيشها، بس لان هم مودرن ستوريز، فعاده يعني اعتيادي تدخل بيها مواضيع الحرب، الحصار، هاي الاشياء طبيعي، مو لانه احاول ادخل الحروب او شيء، بس هذا الشيء موجود بحياتنا.
هسه قبل فترة، قبل سنتين ونص، يعني هي هاي يمكن أول قصة شوية بيها سياسة، لأنه يعني هي هاي القصة بيها يعني فد عائلة جوي علي كان بنتهم بالسجن، بنتهم ولا والدة هنا بس أبوها عراقي وأمها أمريكية، وطلبوا مني أكتب قصة عن الشيء اللي صار بيها. فأنا يعني السياسة مو فشي أرتاح له، ولو يعني أكتب شعر عن هذا الموضوع أو short story essays، مو short stories essays و articles أكتب عنهم. بس ما أكتب كتاب كامل، وخاصة يعني أشياء أحسها يعجبني أشياء تخص العائلة أكثر شيء، عوائل، وإذا يدخل الهيستوري أو شيء من وراها it's okay. بس هاي بالأخير يعني ورا أشهر حاولوا يحكون وياي، حبي لهاي العائلة خلتني إنه أكتب عنها، ولو هي قصة سياسية. بس البنية بالسجن، أمها، أبوها، كلهم الأشخاص اللي موجودين خلوني أتأثر بهم. وبعدين حبي عن يعني للعراق والأشياء اللي صارت بي، الطريقة اللي تأذت بيها، اللي لي هسه أنا ما شايفة. يعني أكو مواضيع هواية ما جاي بيها لي هسه بالكتب الأمريكية، ما موجودة. فحسيتها فرصة يعني وانا ما درست الوضع او شفت العائلة وبهدلتها على مدها، شفتها فرصة انه اكتب هذا الكتاب واعبر على هاي الاشياء. فهي المرة هي تقريبا بعمري اياها، صار لها 3 سنين بالسجن، مجرد باعت equipment تروح للعراق مع تليفونات مع سيلفون وقت الحصار. باعتها على اساس الشخص اللي تعاملت وياه هو يعيش بانجلند، قال لها راح تروح لتركيا هاي الاكويبمنت، وبدل ما تروح لتركيا راحت للعراق. فوقت الحصار هاي يعتبروها يعني جريمه، لانه كان الاكويبمنت لايك $6 مليون. ورا ما سجنوها، الشخص اللي تعاملت وياه هو كردي عراقي. هو يعني استغرب، هو ما حكى قبلها لان هو كان بالCIA. فهم الامريكان كانوا دا يشتغلون وياه، يريدوا انه هاي الجهاز يدخله للعراق حتى يعني يستمعون على صدام، حتى يقدرون يوقفوه وقت الحرب. ف يعني من نتعامل ويا الامريكان قالوا لهم اي شخص تتعامل وياه ما راح يعني يصير اي مشكله بيه، وما قال لها هو كل التفاصيل، ما قال لها انه هو ناوي يروح يوديها للعراق. فاني شفت بهالشيء يعني الشيء اللي زعجني انه حسيت يعني العراق تأذى هواية من الحصار. بعدين فوقاتها مثلا بنية من وراء الحصار هم مجرد لأنه تعاملت شوي ويا يعني حتى هنا بأمريكا ناس تأذوا من وراء الحصار، لأن بوقتها هواية ناس حاولوا يسجنوهم على مكان اللي يتعاملون. فشفتها إنه فرصة أجيب موضوع الحصار بصورة، وشفت يعني هسه حتى الأيجنت هسه اللي أتعامل وياها والاديتور نفس الشيء، يعني يشوفوها يقولون احنا ما كنا نعرف هذا الحصار، او ما كنا نعرف ليش عن الحرب، شلون يعني كان حصار 12 سنه، الحرب كل هالسنين، اكو هوايه اشياء. الحرب مال 1991 طبعا ناسي كومبليتلي. فاحس يعني هاي فرصه الي انه اجيب مواضيع اللي احسها مهمه الي من ناحيه الكتب، ويعني فرحانه انه اشوف الامريكان بابليك يعني الامريكان ببلشنج هذا الشيء يحترموه يحبوه يأيدوه. so this is very very good. بس يعني يحبون انه واحد يجيبها بطريقه مو مجرد انه يعني دا احكي عن الامريكان بس، اجيب يعني بطريقه انه facts، انه اشياء دا تصير انه بلا ما اتهم لهم او بلا ما العراق احسن او انجز او هيك شيء. so هو هاي الشيء دا اشتغل عليه هسه. جيد جدا، احسنتي. ما أعرف أنتِ كنتين غيرتي نظرتهم للمرأة صح؟ المرأة العراقية في قصصك، يعني مثل هم معتقدين أن المرأة العراقية هي مضطهدة ويعني تحت من وراء الأشياء الموجودة. ففي هذه نفس القصة هذه اللي في السجن غيرتي نظرتهم؟ أنا أخذت كل القصص مالتي تغير النظرة، لأنه هاي المرأة أول شيء لا مرة قوية، عندها ماسترز بالانترناشونال بس انضمت سياسيا. اي بس مو لأن هي من العراق، هم الأمريكان ظلموها، ما ظلمتها. يعني الأمريكان هم اللي because العراق انها انحبست. no because هي من I'm sorry انت بس ما فهمتي شيء لأن أنا ما وضحت. بالترايل مالتها من اللي يحكموها
البروسيكيوترز الامريكان ما قالوا هذا الجزء انه هذا تتعامل وياه بالسي اي اي يشتغل ويا الامريكان كانه كان تيرورست. يعني انا ترانسكريبت هالكبرى من قريته يجيبون اسم واحد اسمه عماد من يوصفوه تقولين هاي تعاملت وياه، وطبعا ما جابوه للكورت هنا يعني بس يجيبون بحثه اسمه، فتقولين ده تتعامل ويا تيرورست. زين هذول القاعدين اذا 3 أسابيع يستمعون نفس القصه، واحد اسمه عماد وده تتعامل وياه وعراق اوكي، بس اذا يقولوا لهم هذا كان يشتغل ويا الامريكان طبعا النظره كلها راح تتغير. فيعني فمو نظلم يعني الامريكان ظلموها مو بس انا ما وضحت. عفوا بس اي لوير كان يوضح الشيء هذا؟ ما حد يعرف هذا الشيء. ورا ما انسجنت السي اي اي طلع بان السي اي اي ما يقولون ما ينطون الايدنتيتي مالتهم، بس ورا ما انسجنت اللوير ما يعرف هذا الشيء الا اذا البروسيكيوتر اللي يشتغل للحكومه ينطي هاي المعلومات. الحكومه ما نطت لللوير. انت كيف عرفتي هاي المعلومات؟ من اهلها لا ترانسكريبت هلقى دوتها من الكورت. I read the whole transcript like 5 times. I've been working on it هاي 2 سنين ونص. يعني سويت investigation وأهلها ما بقوا شيء، راحوا لواشنطن سووا كل شيء يحاولون يطلعوها. الحكومة تقول إنه إحنا ما نطينا هاي المعلومات إنه هو بالسي اي، بس إحنا نحس حتى قلنا هاي المعلومة ما كانت حتفرق، بس هاي مو هم مو من حقهم ينطون هذا الشيء. تفرعنا بدنا ناخذ حق بس قصدي شنو صح، بس أنا حسيت يعني هذه عدا إنه حقها صح إنه هي انظلمت، بس عدا هاي أنا حسيت الأمريكان استغلوا الحصار مرة تلوخ حتى هم يستفادون إنه يسجنون بنية. يعني العراق هواية لعبوا خلقة بيها هذه. this is opportunity. يعني همنا أحكي على الهيستوري، همنا على الحرب، همنا على الحصار، همنا على هاي البنية. هي وقفت في السجن يعني؟ She's right now in prison. Maybe she has 6 years. Maybe she'll serve 4.5. وين عماد؟ واو. عماد بأوروبا كل شيء مصر. اوكي، ما هو يعني متفق مع الامريكان على الموضوع. وكتب لهم وموجود كله، وسووا ويا Channel 4، سووا ويا كل الجريدات كتبوا عنه يقولون هي شنو جريمتها؟ يعني جريمتها انها تعاملت مع ودي بضاعة وما جاب هي ممنوع من عندهم لو من عندنا. بس هي العضو هي عشان يعني قضية مو يعني ارتباط بال اسبيناج. اسبيناج. No, it wasn't espionage. It's export violation. Export violation. Export violation. Wow, that's smuggles. تخيلين هذا الكتاب راح يعيد الاشياء وضعها الصحيح؟ يعني هذا الكتاب يعني راح يعيد هذه المرأة حقوقها. صح، انه هي مثلا كل الاشياء اللي ما جابتها ما وضحتها بالكورت راح للرأي العام. يس. زين هل هناك مثلا تأثير على الرأي العام بهذا الكتاب؟ هم